عارفين المثال المشهور اللي كلنا بنردده ان توماس اديسون لما سألوه انت ازاي ما احبطتش لما فشلت في اختراع المصباح الكهربائي 999 مرة وفي اختلاف على الرقم يعني، وهو رد عليهم ببساطة وقال لهم انا ما فشلتش، انا اكتشفت 999 طريقة غلط ما ينفعش يتم اختراع المصباح الكهربائي بيها. طب حد فينا جرب يفكر شوية في معنى الكلام ده ويطبقه في حياته؟ طب ما تيجوا نسمع الأطفال، ممكن نقدر نفهم ونفكر في المثال ده بشكل أعمق من آرائهم اللي هيطرحوها علينا دلوقتي. اهلا بيكم في حلقة بودكاست ردا لنا. حلقة النهاردة عن لو ما غلطناش مش هنتعلم. احكي لنا يا احمد على حاجة عملتها وتعلمت منها. زي اللي انا مثلا بضايق محمد وهو بيذاكر، فماما بتقولي عمر مثلا ما تضايقش عمر عشان هو في ثانوية عامة، فما ضايقوش، سيبه يذاكر. فانا اتعلمت اللي حد بيذاكر ما ضايقوش. وانت يا يوسف عملت ايه قبل كده اتعلمت منه؟ يعني مرة نزلت البحر قبل كده وكنت هغرق، واتعلمت من الدرس ده اللي انا منزلش لوحدي في بحر، لازم يبقى معايا حد كده. حصل معاكي موقف قبل كده زي ده؟ مش زيه يعني هو زيه بس مش زيه قوي. يعني كان بسين كنت نازلة فيه وغرقت عشان كنت بجرب اعوم فيه وغرقت، وجه بقى فريق الانقاذ ويعني انقذوني، يعني كنت هغرق وبس. يعني بس كده اتعلمت ان انا يعني انا ما كنتش اصلا متدربه سباحه قوي يعني، فتعلمت ان انا قبل ما اسبح في اي بسين لازم اتعلم كويس اسبح ازاي. حصل معاك قبل كده موقف زي ده يا جاسر؟ هو مش موقف ده، بس انا عندي موقف تاني. لو مثلا انا كنت ماسك الولاعه وكنت انا بقى كنت يعني بجربها في المطبخ، والزباله كانت جنبي. انا ولعت في الزباله، مسكت في الزباله، كان في زبالتين، مسكت في الزباله التانية. فانا كنت بشوفها هتعمل ايه، فمسكت في بعض. كنت جاي اعمل فيها هوا، فطلعت نار عاليه، فشفتها انا جاي بنفخ فيها عشان باجي اطفيها ما بتطفش. طلعت بقى انت قاعد جنب احمد وما قلتش لاحمد عشان لو قلت له انا هتضرب وش. ليه؟ شم ريحه حريق، قام دخل لقى الزباله كانت هتولع حرف، كانت هتمسك في الغاز، كانت هتولع في الشقه كلها اللي انا ستر ربنا. وانا اتعلمت ان انا ما امسكش الولاعه ولا العب بالنار تاني. عندك موقف يا مريم؟ قبل كده اخويا كان عندي وانا كنت كمان معديه، فايه اخويا كان في موج جنبه عسل، فهو بقى ايه اخويا وقعه على الارض اتكسر، وانا في الاخر اتعورت عشان كنت في جوه المطبخ معاه. فتعورت، فتعلمت بقى من غلطي اللي انا ما ينفعش ازق حد، ان انا اصلا بسبب كده ان انا زقيته. انا عندي موقف تاني. كنت جايبه شوكه، كان في حته لحمه، حطيت حته اللحمه في الشوكه وولعت عين النار وفضلت اشوي اللحمه كده بالشوكه على النار. بعد كده لما اتسوت بقى خالص طفيت النار وجيت بقى عشان اكل اللحمه. الشوكه كانت سخنه، لمست شفتي كده اتقشرت الحته دي جلده بقى، وكان وجعني قوي. الموقف ده كان زمان يعني شويه، بس كانت شفتي وجعني قوي. اتعلمت ان انا ملعبش بالنار تاني، ملعبش بحاجه تاني. احمد عندك موقف اتعلمت منه حاجه؟ ايوه، زي اللي انا كنت مثلا في مصيف، كنت جنب حمام السباحه، كنت قاعد كده، رحت وقعت جواه، رحت قمت تاني ورحت وقفت جنبه. فانا اتعلمت منه لا ما اقفش جنب البسين. انا قبل كده انا عملت الحركه دي كتير قوي.
بشد الحتة اللي من جوه ضوافري دي، الحتة اللي هنا دي، فبتوجعني وتعورني، بتطلع سائل كده غريب، بشدها ببقي. ولسه عاملة الحركة دي وصباعي بص. اتعلمت ان انا ما اعرفش ان انا اشد الجلد بتاعي. وانت يا جسم عندك موقف ولا لا؟ في مرة أنا كنت زمان كنت معايا سكينة، عورت بيها نفسي من غير ما أنا كنت زمان بقى صغير، عورت بيها نفسي. قمت جاي قمت حاطط الدم على أخويا وعلى السكينة يعني. قمت رايح أقول لك كنت عامل سكينة كنت عامل على أخويا بقى، وكمان أخويا خد مني وضربني. وفي آخر بقى يعني دي لفتها بتاع عشان اتعورت. وانا استفدت ان انا اتعلمت من غلطي ان انا ما امسكش السكينه تاني، او ما امسكش اي حاجه حاده. هو صحابي ان انتوا تمسكوا السكينه تاني. عندك موقف يا مريم؟ كان في قبل كده انا كنت بستحمى ماشي، وكان فيها حته كده في الازاز في المرايه، عندنا مرايه في الحمام، في حته كده مكسوره فيها، فما ينفعش حد يحط ايديه عليها عشان هتعوره. فرحت انا بقى عامله ايه، لمست الحته دي كانت مكسوره، لمست الحته دي عشان لما كنت بقول لماما ان انا بمسح البخار لمست الحته دي. كانت بتقولي مش سمعت ماما؟ كنت لا بمسح البخار، رحت اتعورت هنا. اتعلمت ان انا اي حاجه مكسوره ما المسهاش. مرة صاحبتي كانت جاية تقول لي سر، وانا رحت قلت السر ده لصاحبتي واحدة تانية، وهي انا كنت فاكرة كده ان هي يعني ان عادي وان انا بهزر، بس هي صاحبتي زعلت واتضايقت بقى. وانا اتعلمت من كده ان انا ما اقولش اي سر وما افتنش على اي حد. عندك موقف يا استاذ يوسف؟ مرة زمان كنت ماسك الولاعة وقدامي البوتاجاز، كنت صغير وكنت عند جدتي وقدامي البوتاجاز. من حسن حظي اللي انا كنت زمان غبي، فرميتها ورا المطبخ، ولع وكانت الشقة هتولع. لولا اللي جارتي سمعتني وانا قاعد بزعق كان زماني قابلت وجه كريم. وانتوا كمان يا صحاب، ايه الغلطات اللي انتوا عملتوها وتعلمتوها؟ مش كل الغلطات اللي بنعملها مش بنتعلم منها، لا، في غلطات بنعملها كتير قوي بنتعلم منها. اشوفكم في حلقه جديده صحابي في بودكاست على قد علمكم. لما كنا في المدرسة كانوا بيعلمونا حاجة مهمة جدا، خصوصا في المواد العلمية، انه لو ما غلطناش مش هنتعلم. في التجارب العلمية العالم بيفضل يجرب 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 لحد ما بيوصل لأحسن نتيجة ممكنة. طب ما التجارب دي كلها فيها أخطاء، العالم بيفضل يجرب وهو عارف انه هيغلط علشان يعرف الغلطة فين ويتجنبها في المرة الجاية فيتعلم حاجة جديدة. تطبيقا لكده الأطفال بتوعنا في كلامهم في البودكاست إن هم فعلا مش هيتعلموا إلا إذا غلطوا. مش معنى غلطوا اللي هي الفكرة اللي بتيجي في دماغنا أول ما نسمع كلمة غلط. الغلط معناه إن أنا عملت الشيء بشكل مش صحيح، أو الشيء ده ما عملتوش بأحسن طريقة ممكن يتعمل بيها. فبالتالي أنا هشوف أو هجرب الطريقة دي، ولو لقيت اني ما اديتش احسن نتيجة فانا هبتدي اشوف الغلطة فين اللي عملتها وهبتدي اصلح منها علشان اعملها بشكل احسن المرة الجاية. ده ما بينطبقش بس على التجارب او الحاجات اللي بنعملها عملي او بايدينا، ده كمان بينطبق على تصرفاتنا وسلوكياتنا. يعني مثلا انا ازاي هعلم طفلي ان النار دي بتلسع لو ما لمسهاش؟ عقله مش هيستوعب ده على أبسط الأمثلة خالص. عقله مش هيستوعب أصلا يعني إيه حرارة إلا إذا لمسها. وإحنا بالنسبة لنا لمس الطفل للنار ده شيء خطر، أو لحاجة سخنة ده شيء خطر. بس
الحقيقة بتقول انه مش هيقدر يقدر الخطأ ده عامل ازاي، ومش هيقدر يفهم اللي احنا عايزين نقوله بأحسن طريقة ممكنة إلا إذا لمس النار وحسها، لأن لسه عقله لو ما حسهاش لسه عقله مش مستوعب أصلا يعني إيه حرارة أو يعني إيه لسع. فده بأبسط الأمثلة خالص. يعني ببساطة جدا لما ابني يعمل حاجة غلط أنا مش هعلق له المشنقة، مش هعاقبه بسرعة، أو مش هيبقى أول حاجة أفكر فيها هي العقاب، لكن أنا عليا هنا دور في مبدئيا إن أنا أعرفه من الأول إن الشيء ده غلط لو الشيء ده واضح، ومن الأساسيات المفروض نعلمها لأطفالنا. تمام؟ ده أول حاجة. لو عملها من الطبيعي إن إحنا نرحم، نكلمه فيها بهدوء. احنا اتكلمنا قبل كده ان الشيء ده غلط وانا وضحت لك ليه غلط، وكمان عواقبه عامله ازاي وهكذا. فليه عملته؟ هتلاقي ان عنده اسباب، فبالتالي هنبتدي نناقش الاسباب دي وبرضه نحلها ونعالجها، علشان لما يجي المره الجايه يعمل التصرف ده تاني يبقى نعرف بقى ازاي نعاقب، لان احنا اتكلمنا في الموضوع اكتر من مرة. وبرضه نعاقب دي مش معناها انه يكون حاجات فيها عنف. العنف ده ممكن يكون ضرب، ممكن يكون اهانة بالالفاظ، لان دي بتعلم جواهم، بتعمل جرح جواهم اصلا وبتفضل معاهم لحد ما يكبروا ما بينسوهاش، او ايا كان انواع الاهانة مثلا او العقاب اللي احنا بنتكلم عنه. ممكن العقاب يبقى حاجة خفيفة، ويا ريت طلب انه يكون العقاب على قدر الغلطة. يعني ما يروحش يكسر كوباية زي المثال المشهور اللي هم كلهم بيتكلموا فيه، واضح ان دي ازمة في كل البيوت. ما يروحش يكسر كوباية وانا اضربه، ده غلط. لكن العقاب ممكن مثلا اقول له انه انت ده لو عملها عن قصد طبعا، يعني في الغالب بيكون عن غير قصد، وانا بس بضرب مثال وانتوا هتطبقوا على باقي الغلطات بعد كده. فدلوقتي الغلطة اللي عملها صغيرة، ده في حالة ان هي مقصودة، يعني الغلطة اللي عملها حتى غير مقصودة علشان نعلمه حتى انه يتعلم يصلح اخطائه بعد كده وياخد باله. بكل بساطة وكل هدوء هنقول له مفيش مشكلة الكوباية اللي اتكسرت، ولكن انت هتحوش جزء من مصروفك، المصروف ده هيكون هو قيمة الكوباية علشان تشتري لي كوباية جديدة، وخليه هو اللي يشتريها. وبكده هتبقي ما عقدتش قوي، وفي نفس الوقت خليتيه يتحمل نتيجة خطأه، لان ده هيربي فيه حاجات تانية، ولما يكبر انه يتعلم بعد كده ان الخطأ اللي هيعمله لازم يتحمل نتيجته من دون تأنيب ضمير. احنا هنتكلم بكل هدوء. طيب فرضا الخطأ احنا اتكلمنا فيه اكتر من مرة، زي ما قلنا هندي فرص. تمام؟ احنا مش بنعاقب من اول ولا تاني ولا تالت مرة، لا عادي بنقدر نتكلم ونقرر ان الحاجة دي غلط، الحاجة دي لها عواقب مش حلوة وكذا وكذا، وبيتطبق عقابات زي ما قلنا على قدر الغلطة. وبلاش خالص عنف لو سمحتوا، بلاش ضرب، بلاش إهانة. احنا دلوقتي اطفالنا عندنا علشان نعلمهم الصح من الغلط بالطريقة السليمة، ما ينفعش اعلم صح وغلط بطريقة غلط. تمام؟ فاحنا بنربي فيهم وبننميهم علشان لما يكبروا يبقوا مسؤولين صح عن نفسهم وعن ذويهم بعد كده. فاحنا لازم نسمح لهم يغلطوا علشان يتعلموا من الغلطة. مثلا ابني كبير شوية او بنتي كبيرة شوية وهي عايزة تعمل حاجة بره، ولكن الحاجة دي احنا عارفين عواقبها كويس، بس هي عايزة تعملها. الحاجة دي مش كبيرة قوي لدرجة ان هي مثلا عاقبتها كبيرة، لا، تجربة عادية جدا. انا عارفة العاقبة بتاعت الموضوع ده وهقولها له او هقولها لها، وبعد كده هسيب له هو القرار، بما انه بقى كبير شويه يقرر يعملها او لا. لو حب ان هو يعملها ويجرب بنفسه مفيش اي مشكله، طالما مش هيبقى فيها ضرر على صحته او على نفسه او خطوره كبيره. مفيهاش خطوره كبيره، مجرد تجربه لشيء جديد مش اكتر. فهنسيبهم تماما ان هم يجربوها علشان يتعلموا بنفسهم. اكتر حاجة بتثبت معانا وبتثبت في دماغنا هي الحاجة اللي بنتعلمها بنفسنا. التعليم ما بيجيش غير عن طريق التجربة والخطأ. دايما بيعلمونا كده في المدارس والجامعات، لكن احنا مش بنستوعبها ولا بنطبقها في حياتنا العادية. احنا مش بنتعلم غير بالتجربة والخطأ. فالاطفال هتعمل غلطات زي ما احنا بنعمل غلطات، لان كلنا في الاخر بشر. لكن هنا الصح ايه؟ ان الغلطة اللي نعملها نعرف ازاي نصلحها بعد كده،
وكمان ما نكررهاش. فأتمنى انكم تقفوا كده مع نفسكم لحظات، اول ما ابنك يعمل غلط هتلاقي نفسك هتتعصبي او هتقومي تتنرفزي عليه، اهدي، امسكي نفسك، اتنفسي وتصرفي تصرف سليم. هتروحي تكلميه، هتقولي له ايه عاقبة الموضوع ده وايه عقاب الموضوع ده على قدر الغلطة، مش اكبر منها ومش اصغر منها كمان. اتمنى ان الحلقات دي تكون بتوصل وجهة نظر الاطفال ليكوا بشكل بسيط، واتمنى انه تقدروا تفهموهم بشكل اعمق شوية، وهم كمان بيفهموكوا، لان مش بس انتوا بتسمعوهم، لا هم كمان بيسمعوكوا علشان يفهموكوا، وعلشان التواصل بينكم يكون افضل، وعلشان كمان الحب بينكم يفضل موجود. استنوا في حلقة تانية جديدة وموضوع شيق تاني مع أبطالنا في بودكاست على قد عقلنا. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.